السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن نقطة لذيذة جدا، وهي السقية وأنواعها. بس قبل ما نخش في أنواع السقية خلينا نقول إيه هي السقية أصلا. السقية هي المادة اللي بنملى بيها بين البلاطة والبلاطة، سواء كان سيراميك أو غيره. المهم المسافة اللي بتبقى فاصلة ما بين بلاطة والتانية، أو قطعة سيراميك والقطعة اللي جنبها أو اللي فوقها، دي بنملاها بمادة اسمها سقية. طب الفاصل ده اساسا بيبقى قد ايه، او المسافه دي بتبقى قد ايه؟ لا، ده موضوع متغير. احنا عندنا من الزيرو جوينت، اللي هو البلاط اللي بيبقى قطع ليزر، لحد بعد كده بنستخدم حاجه اسمها صليبه، اللي هي زي ما انت شايفها كده في الشكل، دي اللي بنحافظ بيها على المسافه ما بين البلاطات. بتكون ملي، بتكون 2 ملي، بتكون 3 ملي، ايا كان. بتفرق برضو لو البلاطه قطع ليزر عن ان هي البلاطه العاديه اللي بتبقى على شكل بي. ايا كان اللي عندنا، فاحنا بنستخدم الصلايب عشان نحافظ على المسافات ما بين البلاطه، عشان في الاخر يديني شكل مظبوط. الفاصل او الفراغ ده بنملاه بحاجه اسمها السقيه. السقيه ليها نوعين. النوع الاول السقيه البلدي. ايه هي السقيه البلدي؟ السقيه البلدي عباره عن اسمنت ابيض واكسيد. الاكسيد اللي هو مقصود بيه لون. بنضيف على الاسمنت الابيض لون، على اساس ان المفروض ان السقيه يكون لونها مقارب، مش بنسبة 100%، بس لونها بيبقى مقارب للون السيراميك اللي احنا بنستخدمه. فبنخلط الاسمنت الابيض ونحط عليه اكسيد اللون، سواء بيج مش عارف ايه، ايا كان لون البلاطه اللي عندك بتعمل ماتشنج. وبعد كده في الاغلب بيعملوا ايه بتوع السيراميك، ان هو بيعمل المونه دي بتاعت السقيه لباني، وبيكبها على الارض، وبمسحها بيمسح الارض تاني. فساعتها الماده اللي احنا عملناها او السقيه اللي احنا عملناها بتملى كل الفواصل ما بين السيراميك. طب ايه هي عيوب السقية البلدي؟ اولا، تماسك او الالتصاق مع السيراميك بيبقى ضعيف جدا. تمام. ده غير ان هي اساسا ممكن تشقق او تشرخ. تمام. التالتة ان اللون مش ثابت. اللون مش ثابت، ودي ليها معنيين. اللون مش ثابت ان احنا اساسا تضريبة اللون بتاعتنا او نسبة الاكسيد اللي احنا بنحطها ما بتخليناش نعمل دايما نفس الدرجة من اللون اللي احنا شغالين بيه. ثانيا، ان مع الاستخدام، او الناحية التانية، ان مع الاستخدام اللون بيبدأ يتغير. تمام. نتيجة ان مع المية والحاجات اللي بتعدي من فوق السقية دي، بتموه السقية او بتخلي السقية لونها يتغير. ده غير طبعا ان احنا حتى لو استخدمنا الاسمنت الابيض فقط، لو افترضنا ان البلاطة بيضاء او اللون الابيض ماتشنج مع البلاطة اللي احنا شغالينه، فهتلاقي ان اللون الابيض ده مع الوقت لون بقى وحش، ممكن يبقى رايح للون الاسود او للون البني، حسب اللي بيحصل. مهما نضفته اللون مش هيفضل ثابت. خلينا نقول اصلا ان الفانكشن الرئيسيه غير الشكل اللي احنا بنستخدمه، او الشكل اللي احنا بنملى عشان الشكل، او عشان الشكل يبقى كويس، ان برضو السقيه دي بتمنع ان الميه تعدي ما بين البلاط. فعشان كده لازم يكون دايما في حسباننا بشكل رئيسي ان يبقى الماده اللي احنا بنستخدمها في الملو دي تكون مقاومه للميه، ان هي تعزل بشكل كويس فتبقى مقاومه للميه عشان الميه ما تعديش ما بين البلاط. وهنا السقيه البلدي مش افضل حاجه في الموضوع ده. لا، السقيه البلدي مقاومتها ضعيفه جدا، او مجرد الاسمنت الابيض لوحده فبيدي مقاومه ضعيفه جدا للبروفنج او للوتر بروفنج. فالميه هتعدي سواء والسقيه جديده، او ممكن مع الوقت لما يحصل شروخ او السقيه تبدا تفك لان التصاقها ضعيف، تبدا الميه تعدي تاني. ايه النوع التاني بقى من السقيه؟ النوع التاني هي السقيه الجاهزه. السقيه الجاهزه دي هتلاقيها عباره عن شكاير شبه شكاير الاسمنت. بنختارها بناء على ايه؟ هتلاقي كشكل هم تقريبا كلهم واحد. الفكره كلها في درجات اللون، لان هي بتبقى جايه جاهزه باللون بتاعها، بيج، بني، اسود، ابيض، ايا كان. الشركات اللي بتصنعها بيبقى ليها درجات لون، وانت بتختار من المنتج بتاعهم اللون اللي يبقى قريب ليه. ايه مميزات السقيه الجاهزه؟ طبعا التصاق عالي جدا، يعني بتقفل الفراغ بشكل كويس جدا وبتلتصق بالبلاط بشكل كويس. والاهم بالنسبه لي هو مقاومه ممتازه وعاليه جدا للميه، فبتمنع مرور الميه من بين البلاط. فطبعا ده اساس الفكره، طبعا الى جانب الاختيار الشكلي، ان احنا عايزين نقفل عشان يبقى الشكل حلو والتشطيب شكله جميل، بس برضه في نفس الوقت احنا مش عايزين الميه تعدي. فالسقايه الجاهزه بتبقى ممتازه جدا في موضوع الميه. الحاجه الثالثه مهمه جدا، وهي ثبات اللون، لان هي مش متدربه بقى باكسيد، والاكسيد مع الميه ممكن يطلع. لا، هي جايه كده جاهزه، فلونها ما بيتغيرش وبتفضل ثابته لوقت طويل جدا.
بعدين هنا بقى طريقة الشغل. في طريقة الشغل في السقية الجاهزة الموضوع أصعب شوية، لأن في السقية الجاهزة مش بنظام زي ما قلت لك مساحة ويسيق والكلام إيه البلدي اللي أنا قلته في الأول ده، لأ. هنا بيشتغل بسكينة معجون، بيدرب المادة بتاعته أكنه معجون اللي بنستخدمه في دهانات الحوائط والأسقف، أكنه معجون، وبسكينة المعجون بيبتدي يلم الفواصل كلها أو يملى الفواصل كلها بالمادة بتاعت السقية. من حيث بقى التكلفة ما بين الاتنين، فطبعا أكيد طبعا السقية الجاهزة أغلى، ولكن الغالي ثمنه فيه. انت النهارده صرفت شويه فلوس زياده عشان تعمل سقيه مظبوطه، هتريحك من تسريب ميه، وجارك اللي تحت ممكن يشتكي وسقفه ومش عارف محارته يحصل لها ايه. فانت من الاخر وكانك بتشتري نفسك بشويه فرق زياده. طبعا ده ما يمنعش ان احنا اصلا المفروض نكونوا عازلين الحمامات، ولكن طبعا السقيه الجاهزه غاليه. مش غالية قوي، بس يعني مقارنة بالسقية البلدي اللي هي عبارة عن شكارة الأسمنت وخلط واشتغل، فهي هتبقى غالية وبتحتاج صنايعي إلى حد ما محترف، لأن فكرة السكينة وإن هو يقعد يملى الفواصل واحدة ورا التانية ويراجعهم ويتأكد. طب احنا أساسا في برضو تركية لذيذة كده، هل احنا بنختار اللون كده مرة واحدة؟ عادة ما بنعملش كده، عادة بنعمل عينات. تمام، انا مثلا عندي البلاطه لونها بني، لونها بيج، لونها رصاصي، بختار درجتين لون عادي. بنهلك شويه كده في الاول ان احنا بنجيب درجتين لون او ممكن اكتر، لو احنا في مشروع ممكن نجيب 3 4 درجات لون ونشتغل بيهم السقيه. مش حاجات كامله، مجرد بس علامه زائد كده او علامه بلس عشان نشوف شكل السقيه عامل ازاي مع مع البلاطه. بنعمل اكتر من عينه، وبعد كده بنختار السقيه بناء عليها ونشتغل. في اغلب توصيفات المشاريع مفيش اي وصف لحاجه اسمها سقيه بلدي، الكلام ده مش موجود تماما. كل السقيه اللي احنا المفروض نشتغلها في المشروعات، طبعا نرجع لمواصفتك، بس انا بتكلم اوفر اول اللي بيحصل ان في كل المشروعات تقريبا احنا بنشتغل السقيه الجاهزه، وبنختار اللون بنفس الطريقه اللي انا قلتها من شويه دي. وبس كده. يا رب تكون الملخص ده كان لذيذ وسريع. انا محمد الدرمالي، ودي الزتونه من شغل جوده. السلام عليكم.